السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم عن تربية الأبناء. بصوا يا جماعة، مبدئيا كده موضوع التربية الإيجابية والتربية السلبية دي بتتوقف على المكان اللي انت موجودة فيه، المكان اللي انت عايشة فيه، البيئة المحيطة بيك وبأولادك. بمعنى لو لقيت نفسك ان انت في مكان وفي حد بيعلم أولادك باللغة الإنجليزية وبيتعامل معاهم بطريقة اللي هو ثوابت كده، ثوابت كده إنجليزي، اللعب بميعاد، اللعب في مكان محدد، المذاكرة بميعاد، طريقة التعليم في المدرسة بميعاد طريقة معينة يعني. كل دوت هيطلع الولد على سيستم هو خلاص ماشي عليه. يعني ايه سيستم ماشي عليه؟ هو الولد دلوقتي صغير، تمام، في حد معاه بيكلمه انجليزي، اولا هيتعود على الانجليزي. مثلا انا بتكلمش على اللغه يعني اللي هو اتعلم لغه، انا بتكلم على ان هو نشأ في مكان بيتكلم انجليزي، هيلقط كلام ويتعلم كلام بقى عشان يعرف يتكلم مع الناس اللي حواليه. اللعب، اللعب في مكان معين بيروح يلعب فيه، يعني مثلا بيروح نادي، مواعيد لعبه او مواعيد خروجه في المشوار ده، الموضوع بتاع النادي ده من الساعة كذا للساعة كذا. طب تمام، خلاص هو اصبح دلوقتي كل اللي حواليه بمواعيد، كل اللي حواليه بيمشوا بسيستم معين، بيقابل ناس بيتكلموا بطريقة مثلا سوية يعني أخلاقية، مفيش حد فيهم بيشتم، مفيش حد فيهم بيتكلم بطريقة قلة أدب أو أسلوب وحش، فهو خلاص اتعود على كده. فديت اللي احنا نقدر نقول عليها التربية الإيجابية. إنما ما تجيش لجزء تاني زي اللي احنا بنشوفه في الشوارع، وعيال ماشية مرمية في الشوارع، أهلهم سايبينهم، وتيجي تقول لي مثلا ايه ده هو بيكتسب، يكتسب ايه؟ بصوا يا جماعة، أي حاجة في الشارع مش لذيذة بالعموم، وأيا كان المكان ده فين. في سواقين ماشية بتقول ألفاظ، في بتوع تكاتك ماشيين بيقولوا كلام، في ناس في الشارع بيتكلموا بطريقة معينة، حضراتكم فاهميني طبعا. ال الحل الوحيد ومش مجدي، يعني الحل دوت مش حل صريح، مش حل قوي. الحل الوحيد انك انت تحبسي عيلك في البيئة ديت، اللي هي بيئة التكاتك والميكروباصات والشارع والبياعين اللي بيقول والكلام ده كله. الحل الوحيد ان انت تحبسي عيلك، ولو حبست عيلك خلاص كده الواد جات له بارانويا، يعني عنده فوبيا بقى من التعامل مع الناس، من الخوف من كل حاجة، هيبقى عامل لها 100 حساب ومش هيعرف يتعامل. ليه؟ انت خلاص منعتيه من الدنيا، منعتيه من الناس ماشية ازاي، منعتيه من ان هو يقدر يتعامل، لان انت خايفة يتعامل باسلوب ده، مش عايزاه يبقى هو زي ما هو. فطبعا هيظهر معاه ان هو يعني ما شاء الله عليه ما فيش اي حاجة خالص. الولد بالذات ما ينفعش يتحبس، ولا البنت طبعا، بس انا بتكلم على الولد. ليه؟ الولد هو بيبقى قايم بعد كده ان هو هيدير منظومة. فلما انت تيجي مثلا تخليه يبقى محبوس في حياته وهو صغير، عنده انطوائية، مش عارف يتصرف، هيطلع ابيض، هيطلع ميح، مفيش اي حاجة. انما لازم تحددي له مواعيد، يروح اماكن الظروف على قدها، تمام، يبقى خلاص يقدر يصاحب ناس معينة اللي هو انت عايزاه يبقى شبههم، او انت عايزة الاسلوب ده هو اللي يتبع معاه.
الناس ديت هيمشي معاهم ويتكلم معاهم ويذاكر معاهم، انت شايفه ان هم اصلا يعني عندهم اخلاقيات. ليه بقى؟ لان زي ما حضرتك عايزه اولادك يبقى عندهم اخلاقيات وناس كويسه، زي ما غيرك عايز اولاده يبقى عنده اخلاقيات وحاجه كويسه. فالموضوع دوت موضوع كويس مش وحش، فانت لازم تخلينا اصحابه. واعرفي بقى، ابتدي اساليه مين اصحابك، بتكلمهم، هات رقمهم، شغل السبيكر، بتقولوا ايه، بتروحوا فين، اعرفي كل حاجة عنه. بالذات الولد، بالذات الولد، مع ان في الايام ديت البنت اكتر، الاهتمام لازم يكون اكتر من الولد. بس الولد ليه بقى؟ الولد سهل يضيع. الولد فيه كلمات دارجة في المجتمع هي اللي بتسخنه، بتخليه يعمل حاجات مش طبيعية، زي الرجولة انك تعمل كذا، والرجولة انك تروح وتقول وتتكلم، وكلام بقى اللي هو بتاع الاغاني دوت بيطبقوه، الشباب بتطبقه يعني. من اكتر الحاجات اللي انا مثلا تعبتني نفسيا او زعلتني، ان كان في جريمة اتعملت طبقا لكلمات اغنية، يعني تقريبا كانت في اسكندرية او حاجة زي كده. الموضوع الشباب بيبقى سهل السيطرة عليهم في الشارع باسم الرجولة وانت تقدر تعمل، والاغاني بتقول وده بيقول. فلازم تخلي بالك من اولادك، لازم تركزي معاهم كويس، ما ينفعش تسيبيهم للشارع. البنات بقى يعني ليهم قصة طويلة عريضة هنتكلم فيها فيديو تاني، لان البنات دول عايزين كتب مش عايزين كلام. واخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.